السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. يا رب ما حد يشكي من أي ألم، واللي بيشكي الله يشفيه ويعافيه ويرد له لصحته ويخليه ويبارك بأمه وأبيه، واللي توفوا الله يرحمهم برحمته الواسعة يا رب يا أكرم الأكرمين. تقول إحداهن: زوجي يقول أن الأكل الذي أطبخه لا يعجبه، فكلما أقدم له وجبة يأكلها يتذمر ويقول لي بأنني لا أعرف بالطبخ شيئا، ويبدو بالصراخ علي ويلم علي كل جراتي في الحارة، وهو يتذمر ويشمت في القريب والبعيد. بدأت أنزعج من تصرفاته، وفي إحدى الأيام عندما قدم من العمل أخبرته بأنني مريضة جدا ولا أستطيع أن أعمل حتى غداء اليوم، وإن جارتي قامت بالطبخ بدلا عني. في الحقيقة هي مجرد حيلة مني لأختبر زوجي فقط. أختبره هل هذا صحيح أن أكلي لا يؤكل، أم أنه مجرد انزعاج مني ويريد أن يقهرني فقط لا غير. قال لي: هذا الطعام كي نتذوقه ونرى ماذا لو كانت لا تعرف تطبخ مثلك أيضا. قدمت له الطعام بكل حب، وأنا أريد أن أرى علامات وجهه كيف تصبح بعد أن يأكل تلك الطعام التي أنا من أعددته وقلت له أنها جارتي. بدأ يأكل ويأكل ويأكل دون توقف، ويقول: هذه هي الزوجة فعلا التي تعرف الطبخ، أما أنت فلا فائدة منك، وأنا ندمان أشد الندم بزواجي منك. فقمت بكتم غيظي وقهري، كانت دموعي تنسال مني وأنا من غاضة لا أريد أن أتكلم بشيء ولا أتفوه بأي كلمة. وقلت له بقلبي: سوف أعلمك كيف تقول ذلك. وفي اليوم الثاني قمت بنفس الشيء، ادعيت أنني لا زلت مريضة ولا أستطيع أن أطبخ ولا أعمل أي شيء ولا حتى آه، صحن من الصلاة، وإن جارتي هي من أرسلت الأكل مثل الأكل الذي فات. وفرح فرحا شديدا، وكان يداري فرحته وأنا قد اكتشفته. وبدأ يأكل دون توقف ويحمدها ويشد بها، مع أن الأكل لي وأنا الذي طهيته، ولكن غيرته وقلت: هذا من عند جارتي، الاسم فقط تغير، جارتي بدلا مني. فقلت له: ما رأيك أن نعطيها مبلغا كل وجبة تطبخها لنا؟ أريد أن أستد منه بس بطريقتي. قال لي: نعم، هذا أفضل، على الأقل نصرف المال على شيء لذيذ ويستحق التعب والمجهود الذي تعمله، ولا نريد أن نأكل حق تلك الزوجة الجارة العزيزة. وبالفعل أصبح يعطيني المال كل يوم ويقول: امنحي جارتنا كي تطبخ لنا الطبخ اللذيذ. وكان يقول: إذا أريد طبختي طبخة فلان وطبخة مش عارف شو، كل الطبخات اللي زوجته هي بتطبخها. وفي اليوم التالي قلت له بأن جارتي أرادت الزيادة في المبلغ. هذا لم يعد ينفعها، فبدأ يعطيني مبالغ كثيرة وكبيرة، وفي كل يوم يزيد ويعطيها من البخشيش ما يرضيها، وهو نفس الأكل الذي أتعب به أنا شخصيا، لكن مع مبلغ المال والمدح يأكل بدون صوت ولا يتنفس أيضا. هذا بعض الرجال لا يعيشون بدون كذب أو كيد النساء. طبخت له ما نفع به، عملت له كل شيء هو بحبه ما أثمر به. أه بدأت تستغله وتأخذ فلوسه. طاب له الطعام عشانه من إيد الجارة مش من إيد زوجته. عيب عليكم يا رجال العالم، يعني المليح المهم، هاي كانت قصتنا لليوم. أتمنى تأخذوا عبرة منها، وإنكم تستحوا على حالكم وترضوا بما قسم الله لكم، لا تخلوا عينكم على جارتكم. حبيت أحكي لكم هاي القصة، عجبتني كتير. صلوا على النبي يا ناس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله،
لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم بالله. سلام.